السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله راح نحضر مع بعض وصفة كروكات بالرز. المقادير اللي نحتاجها لهذه الوصفة هي 250 جرام رز عادي، ملعقة أكل معدنوس، توابل اللي هي قرفة وفلفل أسود، سكينجبير، كمون. نحتاج أيضا الملح، 2 حبات بيض، نحتاج شابلور والجبن الأبيض. نبداو على بركة الله. نغلي الرز مع الملح وورقة رند، نخلوه يطيب حتى يقرب يتعجن، ثم نصفوه مليح من الماء ونضيفوا له المعدنوس والتوابل. نخلط كل المكونات مع بعض، ثم نشكل كرات صغار نحشوهم بالجبن ونغطسهم في البيض، ثم نمررهم في بلاشابلور وندخلوهم الثلاجة. لما خرجوهم من الثلاجة نعاودوا لهم لابانيور مرة تانية، وممكن تكتفوا بالمرة الأولى، لكن إذا درناهم مرتين فإن الشكل تاعهم يجي رائع. بعدها نقليهم في زيت يكون مسخن من قبل على نار متوسطة، ونقلبهم من الجهتين حتى يطيبوا من برا ومن الداخل. هذا هو الطبق اللي حضرناه اليوم مع بعض، وصفة كروكات بالرز. وصفة خفيفة وظريفة، ونتيجة تاعها رائعة من حيث الشكل والذوق، ونتمنى أنكم تجربوه إن شاء الله. في الأخير نقول لكم مع السلامة في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. وما تنساوش تدعموا القناة لأنها فعلا محتاجة الدعم.